السلام عليكم. تعقيب سريع حول البيان الذي صدر عن جامعة حلب بارك فيه عملية ردع العدوان وطمأن الطلاب على مستقبلهم بأنه بأيدي أمينة وأنه محفوظ. طبعا هذا البيان في مضمونه يؤكد أنه لا شيء مضمون. جامعة حلب باتت تشعر بالخطر على مستقبل الطلاب والشهادة في ظل الانقسام الواضح الحاصل الآن داخل، يعني إذا نتحدث عن المعارضة السورية التي كانت في الخارج من الائتلاف والحكومة المؤقتة تحاول الآن الدخول في مسار سياسي لتطبيق القرار 2254 وتقود أيضا عمليات فجر الحرية في مناطق تواجد الأحزاب الانفصالية. هذا هو الرمق الأخير الذي تحاول عليه هذه الكيانات السياسية في ظل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على سوريا إداريا وقياديا. باتت جامعة حلب في ظل هذا تشعر أنه لم يعد هناك مجال لاستيعابها كجامعة حلب الرسمية التي خرج طلابها من حلب عام 2011 و2012 عندما لاحقهم النظام السوري. جامعة حلب تحررت حاليا، لم يتم دعوة الجامعة الرئيس جامعة حلب الحرة في أعزاز لتكون مكانها، والتي مفترض عندما تأسست جامعة حلب الحرة عام 2015 أنها ستكون البديل عن المناطقي عن جامعة حلب التي يحكمها النظام كان في ذلك الوقت. أعتقد أن موضوع الاعتراف بالشهادة سيكون صعب جدا لأسباب سياسية بحتة. كون الجامعة حلب الحرة تتبع للحكومة المؤقتة ومن خلفها الائتلاف السوري، فلن تحصل جامعة حلب الحرة على الاعتراف، ولربما لاحقا بحال أردنا نحن كطلاب أن نعادل شهاداتنا أو نكمل ماجستير أو في أي فرع من فروع جامعة حلب أو البعث، سابقا البعث وجامعة دمشق وجامعة الفرات وإلى آخره، فإننا نحتاج لمعادلة هذه الشهادة أو ربما إجراء امتحان معياري أو إلى آخره، لا أعلم ما هي الترتيبة. طبعا الحجج التي ربما تكون لدى الحكومة الانتقالية هي كثيرة. إذا نتحدث عن الموضوع بشكل هيك واقعي وبعيد عن السياسي، جامعة حلب الحرة وأيضا مثيلاتها جامعات النهضة والمعالي وبشك شهير وشام وإلى آخره من الجامعات التي يشرف عليها مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة، هي جامعات غير منضبطة بشكل كامل من ناحية الدوام، من ناحية المعايير الافتتاح. كلنا كنا نشاهد ما حصل في جامعة النهضة وترخيص الكليات الطبية وإلى آخره، وأيضا الماجستير في جامعة حلب بأعداد كبيرة وعدة أمور، إضافة لعدم تحقيق الطلاب نسبة دوام، عدم وجود مباني كافية لتكون مساحات للطلاب كمكتبات وقاعات أنشطة عملية وإلى آخره. فهذه الجامعات إذا أرادت الحكومة الانتقالية تطبيق الشروط الأكاديمية عليها فهي لن ترقى لتكون جامعات، وستوقف الاعتراف بها وربما تساهلا مع الطلاب يقومون بإجراء فحص معياري. المشكلة حاليا مع الحكومة المؤقتة، بين الحكومة الانتقالية والحكومة المؤقتة، هي مشكلة جذرية تتعلق بمن هو الذي سيصيغ هوية سوريا المستقبل. هل هي المعارضة السورية التي كانت تجلس في تركيا سابقا وتحتكر قنوات التواصل مع الدول وعلى قلتها وتحتكر تمثيل الشعب السوري بجزئيات معينة، أم حاليا الحكومة الانتقالية التي أيضا بدأت بعض إشارات الاستفهام حول موضوع الاحتكار يدور، حتى هذا الموضوع أصبح الائتلاف والحكومة المؤقتة يلمحون إليه بموضوع احتكار حكومة الإنقاذ وكوادرها للإدارة الحالية في دمشق.
هذا الموضوع طبعا يكون دائما مع غياب واضح لماذا سيحصل للجيش الوطني. الجيش الوطني حاليا يخوض معركة فجر الحرية كآخر معركة له، وربما هذه المعركة تطول حتى تنهي تركيا ما تريد في سوريا، ما تريد في سوريا وما تريد من الحكومة القادمة المقبلة. لا أعتقد أنها لن تنهي عملياتها حتى يكون هناك رئيس لسوريا تطبق معه بعض الاتفاقات وتحصل على ضمانات، سواء بتعيين شخصيات مقربة لها أو سواء بأي شكل من الأشكال. حتى ذلك الوقت سيكون هناك رمق لبعض الفصائل وللحكومة المؤقتة والائتلاف السوري بأن يلعبوا في هوامش سوريا التي هي ذات المناطق التي كانت هي المناطق المحررة، ويدير فيها الأنشطة. طبعا الحكومة المؤقتة موعودة بإدارة المناطق المحررة من عام 2017، وكل مرة هالمرة جدية، يلا يا شباب توكلوا على الله. وكل مرة كانت الحكومة المؤقتة تطلع بالخجلة وما تنعطى إدارة الشمال السوري. حاليا المجالس المحلية لا تزال تنسق مع الجانب التركي بشكل مباشر. طبعا هذا الموضوع الحكومة الانتقالية غاضة الطرف عنه بشكل كامل، لا تريد الدخول بأي مشاكل مع تركيا حاليا، لا بموضوع الجيش الوطني وما يحصل في منبج وما يحصل من كثير من الشغلات المزعجة صراحة، ولا بموضوع ملف هل ستتبع عزاز وعفرين والباب وجرابلس ومنبج إلى محافظة حلب مع تعيين محافظ لحلب. لا أعتقد أن هذا سيحصل في القريب. الحكومة المؤقتة أرسلت كوادر إلى تل رفعت وإلى منبج تمارس عملها بشكل طبيعي كحكومة. أرسلت فرق صحية، أرسلت إغاثة، أرسلت أيضا قوى أمن، رغم أنها قوى الأمن لا تتبع لها، تتبع للشرطة التركية بشكل مباشر، لأنها يوجد حاليا قوى شرطة وأمن هي ذاتها الموجودة في مناطق عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام. أعتقد أن الموضوع يطول، لكن لن نحصل على اعتراف بشكل سهل، والموضوع سيكون صعب علينا، ليس لأن الموضوع يتم التعامل فيه وفق ثورة ونحن أولاد ثورة وأخوة، يتم التعامل معه وفق تنافس سياسي أصبح يوم عن يوم بلش يوضح، وهذا الصراحة ما نخشاه. الانقسام اللي كان حاصل بين هاي المناطق، مين أحلى أدلب العزاز، أدلب الباب، أدلب العفرين إلى آخره، الآن بات هذا الانقسام يأخذ شكل حكومات. طبعا الانقسام السابق اللي عم تحدث عنه كان هواية من بعض الصفحات انه مين احلى ومين كذا ومين بجيب لايكات اكتر، هو كان هواية من بعض صناع المحتوى، لكن حاليا التنافس سياسي واضح. اعتقد ان الحكومة المؤقتة سيكون لها ذراع في هذا الموضوع بسبب انها تعرف إلى أين هي حدود الحكومة الانتقالية، وما الذي تخشاه وما الذي لا تخشاه. إلى ذلك الوقت نسأل الله السلامة، وأن تكون سوريا حقا موحدة وحرة وتحقق الأمن والسلام والطمأنينة لشعبها. السلام عليكم.